بسم الله. هنحاول النهارده ان شاء الله نبص سريعا على حته الريبورتنج والريسك كالكوليشن. و طبعا الريبورتنج هيبقى في حته البن تيستنج وفي حته الباج هانتنج. في الباج هانتنج هنكتبه احنا سوا، بس في حته البن تيستنج هيبقى صعب شويه ان انا اوريك حاجه جاهزه من عندي، لان ده غلط. بس في حاجات اوريدي لقيتها بابليك الحمد لله، يعني موجوده جاهزه. مثلا لو كتبت على جوجل بابليك بن تيستنج ريبورتس هتلاقي معاك عندك في جيت هاب، في ريبوزيتوري، في حاجات بابليك اللي في شركات عاملاها ومنزلاها عادي من غير اي مشاكل. في عندك برضو في ويب سايت هنا اهو بيكون شايل او حاطط لك يعني حاجات بابليك برضو. تعالى مثلا لو فتحنا حاجه من دول اهو، ده مثلا البي دي اف بتاعهم، تبدا تقراه تشوف الدنيا مشيت ازاي، جابوا الباجز ازاي وهكذا. طبعا الحاجه اللي هتلاقيها واخد بالك منها قوي ان في اختلاف في الثيمز كبيره جدا. تمام، يعني كل واحد بيكون بقى عنده تمبلت مختلفه، كل شركه ليها تمبلت مختلفه عن التانية. ماشي. لو هنجي نبص على فاير اي بما انها مشهوره جدا نبص عليها، بس ناخد بالنا من حاجه. يعني الريبورت بتاع فاير اي ده مش بن تيستنج، دي حاجه اسمها سكيورتي اسسمنت او فولنربيليتي اسسمنت. بقى هو فكرته كلها ان هو مش بيبن تيست بالمعنى الحرفي، هو مجرد بيشغل تولز وبياخد الاوتبوت بتاعها وبيعمل لها ريبورت للتارجت ده. دي هي مهمته، يعني هو مش بيعمل اي بن تيستنج. تمام. اول صفحه عامه في الريبورت بيبقى فيها اللوجو بتاع الشركه، معلومات عن الكلاينت اللي انت باعت له الحاجه دي. تقول له مثلا لو هو مثلا بنك، بتكتب اسم البنك، تكتب اسم الابلكيشن انت عملت عليه تيست، والتاريخ بتاع الريبورت. تمام. الكونتنتس ده بيكون تيبل. التيبل ده بيكون فيه كل الحاجه اللي موجوده في البي دي اف ده. يعني مثلا اول حاجه هتقابلها هي الاكسكلوسيف سامري، بعد كده هيقول لك مثلا summary of results، وبعد كده project scope، بعد كده هتلاقي في حاجه تانية اسمها technical details وجواها برضو نقط تاني، هو بيعرفك كل حاجه ماشيه ازاي. تمام. طبعا دي صغيره لان زي ما قلنا ده اسمه security assessment مش pen testing كامل. تمام. ماشي. حته الاكسكلوزيف سمري بيتكلم فيها بقى عن ايه شويه حاجات سريعه كده. يعني حتى هو اسمه اكسكلوسيف سمري، بيشرح لك بشكل سريع ايه اللي بيعملوه، وممكن كمان يقول لك ايه الحاجات اللي لقوها بشكل سريع جدا. يعني مثلا يقول لك ايه، بدل ما يقول لك انا لقيت اكس اس اس، يقول لك لا انا لقيت بوج او فايندنج تقدر تخليني اعمل اكسكيوت لجافا سكريبت كود على اليوزرز اللي موجودين. ليه بقى؟ نفهم الحته دي مهمه جدا، لان اول جزء ده عامه اي حاجه قبل التكنيكال ديتيلز اللي بيقراها هم ناس مانجمنت، ممكن صاحب الشركه الكلام ده كله. فهو مش بيبقى فاهم يعني ايه اكس اس اس، مش فاهم يعني ايه سيكوال انجكشن. طبعا احنا بنتوقع ده، يمكن هو عارف بس احنا بنتوقع مش كله بيبقى عارف. وده الجزء الخاص بتاع المانجمنت. فانت بتبدا تفهمه بشكل بسيط جدا كانك بتشرح لعيل صغير يعني ايه مثلا اكس اس اس. فاهم؟ لو هو مثلا عارف يعني ايه جافا سكريبت تقول له بلاش تقول له مثلا حته ان انت تقدر تكسكيوت كمان جافا سكريبت، انت ممكن تبسطها له اكتر، تقول له اقدر استيل السيشن بتاعه اليوزرز مثلا. فاهم الفكره؟ تديله الاتاك اللي ممكن تعمله بيها الصراحه، يعني من الاخر كده تديله اقوى اتاك ممكن تعمله بيها. ماشي. دي فكره الاكسكلوسيف سامري. طبعا في الجزء اللي فوق اللي هو عامل زي الباراجراف ده بيكون فيه كلام عن بسم الله، عن الابلكيشن، التارجت بتاعك، الابلكيشن، الكلام ده كله. وبيكون احيانا فيه هي تمبلت جاهزه كده انت بس بتعدل فيها شويه حاجات برضو ليها علاقه بالشركه، كل شركه بتبقى مختلفه. الجزء اللي تحت ده مثلا بالنسبه لي انا عندنا في الشركه انا بكتب فيه زي ما ده اللي انا شرحته دلوقتي، حاجه سريعه كده عن الباجز دي بتعمل ايه، ايه الحاجات اللي انا لقيتها عامه، بس مش كشرح فعلا تكنيكال. انا بحاول ابسطها بطريقه بسيطه خالص بحيث لو حد مش عارف حاجه لسه او مش بتاع اصلا سكيورتي اراه يفهم ايه اللي ممكن، ايه اللي الريبورت ده موجود فيه. تمام. من حيث الباجز يعني ايه المشاكل اللي انا لقيتها في الابلكيشن بتاعها. تمام. هو بقى فاصل حته الريزلتس بتاعه الفايندنجز لوحدها. ماشي. بيتكلم هنا عن السمري اوف ريزلتس، يقول لك اداك سمري ليها حاجه بسيطه جدا. قال لك والله ان انا لقيت زيرو داي فولنربيلتي موجوده مثلا في السي في اي دي، والسي في اي دي موجودين في الابلكيشن بتاعك، وبدا يشرح بشكل بسيط في في كام سطر، 3 4 سطور ايه هي البوكس دي مثلا وبتعمل ايه. نفس الفكره في الخط في التاني ده، بس هو هنا بدا يقسمهم. بدأ مثلا يتكلم عن اول واحده اللي هي الارجيومنت انجكشن، وبعد كده يتكلم عن السورد اكس اس لان دول سي في ايز موجوده في الابلكيشن نفسه. ده كنا منشناه قبل كده في حته ايه،
الكومبوننت الفولنربل كومبوننتس، اللي هو يكون انت عندك كومبوننت فيه او بتستخدم سوفت وير او حاجه فيها مشكله. فهو مثلا لا هنا قدر يوصل للفيرجن ووصل ان في هنا سي في اي وهنا في سي في اي، هنا ستارت اكس اس وهنا ارجيومنت انجكشن. مش عارف صراحه قصده بيها ايه بالظبط، بس انت لو عرفت الحاجه نفسها ممكن تبقى فاهم عارفها بس مش فاهم المسمى بتاعها ايه، او يختلف المسميات، الله اعلم يعني. حته مثلا بالمره صحيح، حته السكيورتي اسسمنت هي الفولنربيلتي اسسمنت، عشان بس ايه يعني هما الاثنين يعتبروا زي بعض عشان لقيت المسمى مختلف يعني. تمام. حته السكورينج بتاعها بيقول لك ان ده مثلا السكور بتاعها ميديوم. آه وفين السكور التانية؟ مش كاتب السكور التانية، لا كاتب اهو السكور هاي. بالنسبه لحته السي في اس اس دي هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله، هنجيبها بس الويب سايت بتاعهم ونشوف الدنيا دي. تمام. ده بالنسبه للجزء الايه اللي فوق. حته السكوبنج بقى، البروجكت سكوب ده بيكون موجود فيه اي حاجه جوه السكوب بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو انت الابلكيشن ده جوه الابلكيشن نفسه في 10 ميثودز او 10 فانكشنز، ممكن تلاقي 2 او 3 فانكشنز منهم مثلا اوت اوف سكوب اصلا، مش ليك انك تتستهم، فاهم؟ فانت هتضيع وقت لو عملت لهم تيست. فانت مهم بالنسبه لك جدا تاخد بالك من السكوب بتاع البروجكت بتاعك، تكتب اللي انت عملته. مثلا هم هنا كاتبين ان هم عملوا سكيور كود اناليسيس، عملوا سكيور كود اناليسيس تقريبا، هو تقريبا كده شكل السي في ايز اللي جابوها هنا. السي في ايز دي كانت في الكود نفسه، مش حاجه هم لقوها، لا هم حاجه هم اللي جايبينها، مش حاجه جاهزه، فاهم؟ والله اعلم برضو. بيقول لك ان هم عملوا كود اناليسيس، بما ان هم عملوا يعني كود اناليسيس، وعملوا دايناميك بن تيستنج على الابلكيشن نفسه. فورنسيك طبعا الحته دي مش، انا من رايي شايفها ان هي مش بين تيستنج زي بالمعنى اللي احنا فاهمينه. هي زي ما قلنا حته vulnerability assessment، بتبقى معظمها تولز بتشتغل، بيكون طبعا تولز بفلوس، هم بيكونوا شايلينها زي نسس والكلام ده. بتشتغل على الابلكيشن، تقدر تطلع الاوتبوت، بعد كده بتبدا تبعتها انت بقى وتبعت الريزلت اللي جالك يعني. مش فاهم بصراحه قصده ايه فورنسيك اناليسيس دي. ماشي. تمام. نفس الفكره. تمام. حته بقى التكنيكال ديتيلز، التكنيكال ديتيلز دي بيكون بقى فيها كل التفاصيل اللي الديفلوبر والبين تيستر اللي موجود في الشركه التانية او الشخص بتاع السكيورتي اللي موجود في الشركه التانية بيهتم بيها. تمام. هنا بيقول لك ده التايم لاين بتاع الحاجه. مثلا يعني بيقول لك احنا في ديسمبر لقينا في اكسبلويت، احنا لقينا الاكسبلويت، اول مره نعرف ان في اكسبلويت اللي هم البج اللي لقوها يعني. آه الكاستمر هو عرفوا الكاستمر في نفس اليوم، وبعد كده فضلوا بقى ايه مع بعض يعني بيعملوا زي انفستيجيتس في الباج دي ومش عارف ايه. وبعد كده لقوا ان في سيكوال انجكشن كوماند انجكشن وكده. الكلام ده كله طبعا في خلال اليومين اللي هو من 16 ل 19، كام يوم دول. قال لك ان هم حلوها في يوم 20، وبعد كده الباتش طلع بالحل بتاعه يوم 23. يعني هو بيحاول يحط زي تايم لاين ليه يعني ليه وللكاستمر الدنيا مشيت ازاي. نفس الفكره مع باقي الفايندنجز بقى. تمام. تمام. حته الفورنزكس اناليسيز مش فاهمها الصراحه، ماليش فيها أوي، فنعديها. طبعا هي مسميات انا ما عدتش عليها قبل كده الصراحه. تمام. هو الفكره ان هنا هو كاتب، يعني هو بيكتب بس. انا دي طريقه مش وحشه على فكره، هي طريقة مش وحشه، بس احنا في البين تيستنج بنضيف سكرين شوتس يعني على قد ما نقدر. فاحنا ده اظن كده خلاص خلصنا من حته السكيورتي اسسمنت ده. تعال نجرب مثلا نشوف حته ده البين تيست ريبورت بتاع سكيورايتيوم، ايه الشركه دي مش عارفها، نجربها نشوف. نفس الفكره، اول صفحه كان فيها الشكل بتاعهم او اللوجو التمبلت، وقال لك ان ده السكوب بتاعي ويب ابلكيشن، وهو ده الابلكيشن اللي انا بعمل عليه تيست. الديت كذا. هو هنا حاطط بقى الرينج يعني، فاهم؟ من اول كذا لكذا. الريتست من يوم كذا ليوم كذا. تمام. الاوديتورز اللي شغال عليه اللي هو مايكل مش عارف ايه، ده الاتنين دول شبه بعض اللي كده. تمام. وده الفيرجن بتاع البي دي اف نفسه. تمام. ان هو في ناس في شركات بتedit الفيرجن، يعني تقول لك ده فيرجن نمبر 1 اللي هو مثلا بعد اول ريليز، بعد كده قال لك اعمل لي ريتست فهي فيرجن نمبر 1.1. فاهم الفكره؟ لنا الريتست لسه في حاجه ناقصه فهعمل ريتست تاني فيبقى مثلا 1.2، في ناس بتعمل كده يعني. تمام. نفس الفكره هنا في الكونتنتس بتاعت الابلكيشن بتاعت اسف الريبورت. طبعا الاكسكلوسيف سيرموني برضه موجود. هنا بقى حته التكنيكال اللي هي الفولنربيلتيز اللي هم لقوها. قالك احنا لقينا ستارت اكس اس اس، لقينا كروس سايت سكريبتنج برضه اكس اس اس بس في البوست مسج.
لقوا هيدر بويزنينج، HTML injection ماشي، access مش عارف ايه، تقريبا دي حاجة internal، سب دومين internal. وبعد كده لقى broken access control، لقى ايه الويك باسورد بوليسي. هنبص عليهم دلوقتي ونشوف احسن. وبعد كده في ايه تاني، في حاجة تانية؟ لا، في بقى ايه اللي هي low medium. ماشي، تعال نبص كده. هنا طبعا ده الوقت اللي هم استخدموه خدوه تقريبا. الفيرجن 1 ده الانيشال فيرجن اللي كنا لسه عليه، اللي هو اول فيرجن طلع. وبعد كده الفيرجن 1.1 ده اللي هو الابديتد، عمل ابديت للاكسكلوسيف سامري مع الستيتس بتاعت الريتست. لما جاله الريتست وخلصوا، عمل ابديت وطلعه بشكل 1.1. تمام، نشوف بقى الاكسكلوسيف سامري. بيتكلم هنا عن السكوب. طبعا هي مسميات زي ما قلت لنا مختلفه، يعني هو هنا جوه الاكسكلوسيف سامري حاطط السكوب، وحاطط بقى الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، واتكلم عن الفيكس ستيتس والكلام ده كله. طبعا بتختلف طبعا زي ما قلنا من شركه لتانيه. ماشي، لازم ناخد بالنا من الحته دي. ماشي. document summary subject test were following application. بيقول لك ان هو كان بيشتغل على ويب ابلكيشن. مانديز، هو بيتكلم هنا بقى عن عدد المانديز. ماشي، حته المانديز دي محتاجين نبص عليها سريعا كده. ايه هي فكره الماندي؟ يعني ايه ماندي اصلا؟ لما بتروح انت تشتغل في شركه، او تتعامل مثلا فريلانس في بين تيستنج مع شركه او كده، او عامه في حاجات كتيره جدا ممكن الناس تستخدمها، حاجه اسمها الماندي. اللي هو انا كمحمد مثلا شايف ان اليوم بتاعي مثلا ب 150 دولار. ماشي، فيجي حد يقول لي والله انا عايزك تعمل لي بين تيستنج على موقع. فاقول له ماشي، انا اليوم بتاعي ب 150 دولار، اديني الموقع ابص عليه، اعمل له سكوبينج واقدر افهم، اذا هعمل له سايزنج واقدر افهم السكوب بتاعي ايه، وهقدر اخلصه في قد ايه، اقول لك والله انا هاخد 5 ايام. تمام، فانا دول 5 ايام يعني كام مان؟ دول 5 مان دي، فانا هاخد عليها كام المفروض؟ هضرب الخمسة دي في ال150. فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ او لو انا مثلا 200 فاضربها في 200 وهكذا. المان دي بقى في الشركات بيبقى غالي. يعني ايه؟ يعني لما شركة توظف شركة، بياخدوا مان دي كبير جدا على الناس اللي بتيجي. وكمان المان دي بيتضرب في عدد. بمعنى ايه مثلا؟ يعني مثلا جت الشركه ايه، كلمت الشركه بي، قالت لها والله يا شركه بي احنا عايزين نعمل بين تيستنج على ابلكيشن عندي. الابلكيشن ده خد اهو الابلكيشن. بس قبل ما بديهم الابلكيشن، الشركه بي دي قالت لهم انا المان دي عندي بكام؟ مثلا ب 500 دولار او ب 1000 دولار. ماشي، 500 1000 الرقم انا مش متاكد الحته دي بالظبط كام، بس ممكن نقول مثلا 500. تمام، هيقول له خلاص تمام، خد الابلكيشن اهو، آه شوف هتاخد فيه قد ايه. فبياخد هو الابلكيشن، يبعته لحد بن تيستر مثلا زيي، يقول لي خد مثلا يا محمد شوف ده ياخد منك قد ايه شغل، كام يوم شغل. ماشي، مش مني انا بس، من اي حد يشتغل عليه. لان دي سكيل طبعا، يعني دي مش سكيل بسيطه، سكيل انك تقدر تحدد تخلص الابلكيشن ده في قد ايه شغل، انت او اي حد زيك في نفس مستواك. فاهم الفكره؟ لازم تبقى عندك الموهبه دي او السكيلايه دي. ماشي، مهمه جدا. فانا مثلا باخده بقول له والله البتاع ده هياخد مني 5 ايام. ماشي، فقام جاي هم عاملين ايه؟ ينزلوا ناس، ينزلوا مثلا 2 انا وواحد كمان في الابليكيشن ده. تمام، بعد ما بننزل فيه نشتغل ال5 ايام، لما بنيجي نحسب بقى المان دايز، المان دايز تحسب ازاي؟ بيبقى 5 في كام؟ في 2، لان احنا 2 مش شخص واحد. المان داي ده بيتضرب في عدد الكونسلتنتس اللي نزل. ده الكلام ده كله في البين تيستنج يا جدعان، ها. يعني مثلا انا رحت للشركه اي دي، قلت لها انا تبع الشركه بي، انا وصاحبي فلان ده، فبنشتغل على الابلكيشن ده ل5 ايام. وبعد كده لما بنيجي نحسب المان دايز بقى، الشركات بتحسب المان داي، بيحسبوا في عدد الكونسلتنتس. يعني هم 5 ايام كام كونسلتنت جالي؟ 2، يبقى هم يحسبهم 10 ايام. 10 ايام في 500 يعني تقريبا ب5000 دولار. فاهمين الفكره ماشيه ازاي؟ هي بتتحسب بطريقه زي كده يعني. آه بس كده، هي دي الفكره يعني. بسم الله، اتمنى يكون الموضوع واضح يعني. بس كده. نعم، هو بيقول لك هنا بقى الحاجات اللي هم عملوها. بيقول لك ان احنا كنا بلاك بوكس تيست. التيست الفوكس بتاعنا على الهاي كريتيكال الميديوم. يعني ممكن ما نجيبش الحاجات او الحاجات اللو والنوت، الحاجات دي مش مهمه بالنسبه لنا، لان الفوكس اللي هم عايزينه على الكريتيكال والهاي والميديوم. تمام، ماشي. بيقول لك ان هو ماكسيمم هياخدوا 7 مان دايز. تمام، ماشي. بسم الله. تمام، ده هنا طبعا بيقول لك الرينج بتاع الباجز اللي لقوها. ده طبعا بيبقى في الاخر خالص بعد ما بيلاقوا الباجز كلها. بيقول لك ان احنا لقينا مثلا كام واحده هاي، 4 هاي، العدد هنا اهو تحت. طبعا الشكل ده مختلف من مكان لتاني. احنا عندنا مثلا بيبقى دايره كده وفيها الارقام. هنا مثلا لقى 5 ميديوم ولقى 3 لو، وهكذا.
ماشي. طبعا هو هنا بيفهمه يعني ايه كريتيكال، يعني ايه هاي، يعني ايه ميديوم، يعني ايه لو، الكلام ده كله مش محتاجين احنا في حاجه. الابلكيشن بقى الفولنربيليتيز اللي موجوده في الابلكيشن. ماشي. طبعا زي ما قلنا الشكل بيختلف من مكان لتاني. ده مثلا شكل من الاشكال بيكتب البج وبيديها لون. طبعا اللون ده بيرجع للشركه، الشركه ممكن تغيره براحتها. ممكن تقول لك اللون الاحمر ده مثلا هنخليه للكريتيكال بس، والاصفر مثلا نخليه لللو، والاخضر هنخليه مثلا للهاي، براحته يعني، فاهم؟ بيختاروا اللي هم عايزينه. ماشي. اول حاجه كانت معانا هي الهاي. بيقول لك اننا لقينا ستورد اكسس اس. بيديك سمري عنها، يعني البوج نفسها في الابلكيشن وكده. وبعد كده يبدا يفهمك هنا المفروض ان دي تبقى ليها علاقه بالابلكيشن اكتر، فاهم؟ بيفهمك الفانكشن اللي فيها المشكله، واحيانا بيبقى فيها شرح للبوج نفسها، يعني ايه اكس اس اس. تمام. وبعد كده بيقول لك بقى واحنا بنعمل بين تيستنج، لقينا ان في مش عارف HTTP cookies since we visited by user administrator right effectively. تمام. بيقول لك ان هو لقى ان في كوكيز ومش عارف ايه، وبيقدر يستيل هو الكوكيز دي عن طريق الاكس اس اس، يعني عشان كده عملها ان هي اكونت تيك اوفر، فاهم؟ ادمن اكونت تيك اوفر، ان هو بيقدر يبعت الكوكيز الستورد اكس اس دي ويسرق بيها الاكونت بتاع او الكوكيز بتاعت اليوزر. تمام. يحط ريفرنس. مش شرط الريفرنس بيتحط كل مره، بس في ناس بتحب تضيفه، يعني ريفرنس للبج موجود مثلا في ويكيبيديا، حاجه تشرح يعني ايه اكس اس اس، بتبقى حاجه مشهوره لازم تحطها في حاجه مشهوره، يا اما في ويكيبيديا واسب مثلا وهكذا. انا دوست على، يا لهوي. تمام. دوست من غير ما اقصد على اللينك عشان لونه ما كانش متغير. ماشي اهي. لا مش هي. بسم الله. تمام اهو. بيقول لك هو بيشرح له بقى هنا يعمل ايه بالظبط. يقول له مثلا انت هتروح على المكان ده هتكريت اورجانيزيشن جديده، وبعد كده هتedit الاورجانيزيشن دي، واللي تشينج الادرس فيلد. هتغير الادرس وتحط فيه HTML او يعني XSS payload. وبعد كده هتروح تفيزت الكومباني دي او هتفيزت الاورجانيزيشن اللي انت عاملها بالاي دي بتاعها، هتلاقي ان الاكس اس بتاعتك اشتغل. فانت هنا بقى هتعمل بيلود يستيل الكوكيز ويبعتها لك، واي حد هيفتح الاورجانيزيشن ويخش يشوفها هيستيل الكوكيز بتاعتك بالظبط. هو اللي عمله هنا. مين الفكره؟ هو بس حط له هنا زي بي او سي يثبت له ان احنا فعلا نقدر نسرقها، وفعلا قدر ياكسس الادمن زي ما انت واخد بالك، يعني قدر ياكسس الادمن بانل عن طريق ال الكوكي او الكوكيز اللي هو سرقها. تمام. ادرس فيلد اورجانيزيشن. بيقول لك هنا بيحط لوكيشن. طبعا الكلام ده كله بيبقى حاجات على حسب الشركه، يعني انت مثلا المفهوم بس يبقى عندك اساسي، ولما الشركه بتاعتك مثلا تيجي تشتغل فيها تشوف هي بتشتغل في التمبلت ازاي، تبقى عارف كل حاجه معناها ايه. ماشي. عندك بقى ريكومنديشن. بيقول لك انت ممكن مش عارف بيديله بقى كذا حاجه ممكن يعملها، تقول له انت ممكن تستخدم مثلا فانكشن زي دي، ممكن تبدا تكتب له كود، ممكن لا ممكن تديله زي تلميحات، بس في ناس بتحب تفضل تديله يعني زي ايه بنقول كده ايه، خلاصه من الاخر، فاهم؟ تمام. في بج هنا كمان عن طريق البوست مسج اكس اس اس، عن طريق البوست مسج. كنا خدنا على حته البوست مسج قبل كده. بص على البروف الكونسيبت بتاعها على طول. هو هنا اللي بيحصل ايه في اد ايفنت listener لما بيشتغل بيكون في فانكشن. اول ما الفانكشن بتشوفها بتبدا تدور على الداتا اللي انت تبعتها دي هيتعمل بيها ايه. تمام. دي اول حاجه بتفكر فيها. لو جينا بصينا هنا هتلاقي ان هو بياخد النيم من الداتا وبيكمبيره مع ابديت نود. فانت لو لقيت لازم تكتب جواها ابديت نود، وبعد كده مثلا لا ترانسليت اي دي والترند ميديا وهكذا الار ابديت كذا. طب نبص على الفانكشن اللي اسمها ابجريد. لما بص على الفانكشن اللي اسمها ابجريد بتاخد اي وان واو، التلاتة دول انت ممكن تتحكم فيهم. تمام. ولو خدت بالك هنا هو بيريتيرن. تمام. طبعا الكلام ده كله ممكن يبقى صعب في حته الجافا سكريبت. هو عامه بيريتيرن الفاليو دي وبيضيف جواها الاي دي اللي هي الايه، الترانس اي دي. تمام. وبعد كده بيعديها على فانكشن ال HTML، فبيتعامل معاها على انها HTML. تمام. فانا لو بعت بوست مسج جواها النيم اسمه ابديت نود، تمام، والترانس اي دي في اكس اس اس بيلود، هيتنفذ لان الفانكشن دي هتضيفه عادي وهيتعمل له هاندلنج لل HTML بسم الله، هاندلنج اسمه ايه ده لل HTML. تمام. هو حتى هو ما حطهاش في الترانس اي دي وحطها في اللي هي ترانسليت اتش تي، لان هو اسف دي غلطه مني، هي في الاو المفروض انها تبقى في الاو مش في الاي. انا اتلخبطت. الاو هي اللي فيها المشكله. الاو هنا عندنا اللي هي اخر واحده اللي هي الترانس اتش تي. تمام.
هو ده شكل البوست مسج ديت اللي هيبعتها، حط ابديت نود في النيم، وهنا الترانس اي دي هو عمل دي ليه تقريبا عشان يكمل السنتكس بتاع دي الجزء اللي هنا ده عشان يعمل كول ليها. تمام. وراح حاطط البيلود. عظيم. فاشتغلت معاه. تمام، حلو قوي البتاعه دي. مم. طبعا ده الاكسبلويت بيلود اللي هو عمله. تعال نبص بصه سريعه. هو بيقول له هنا ايه، في اي فريم، عمل اي فريم. طبعا نفس الفكره اللي كنا استخدمناها قبل كده، ان هو يعمل اي فريم للابلكيشن، وبعد كده يبعت له بوست مسج جواها الداتا اللي هو عايز يعملها. تمام. بس كده. تمام، هي دي الفكره. بيقول لك ان الايشو في الاون مسج بتاعتك، وبيقول له try to fail not use. بص هو حتى هنا قال له حاول ما تستخدمش الدوت اتش تي ام ال فانكشن اللي موجوده في الجي كويري لان هي بتبقى فيها احيانا فيها ايشوز في الهاندلنج بتاعت البيلودز. تمام، بتاعت الاكس اس يعني عامه. بس دي الفكره عامه. تعال نبص على الحته دي سريعا كده. حته الهوست هيدر، تقريبا هي دي الهوست هيدر. اه هو هنا هو مش هوست هيدر قوي يعني، بس هو هو بيقدر يضيف في الهيدر حاجات كتيره جدا يعني، فاهم الفكره؟ مش مجرد بس ان هو يغير الهيدر. تعال نجرب كده. بص هو مش ما بيضيفش الهيدر بس، هو ضايف HTML payload جواه. فاتضاف عادي في الريسبونس او في المكان اللي بيستخدم فيه الهيدر ده. وفعلا قدر. بص حتى هو حتى ايمج وسورس بتاعها والريسيت توكن. قدر يسرق يستيل على من الاخر كده، يستيل التوكن عن طريق ان هو يمانيبوليت او يعني يلعب في الهيدر ده او في المكان ده. تمام. هو عمل ايه؟ حط بيلود مقفول. يعني مثلا مش عارف اوريها لك ولا ايه تفهم من قصدي. ثانية. بس هو حط ايه؟ هو البيلو اللي عمله ايه؟ كان مثلا كده تيست دوت كوم مثلا، وهنا في ريسيت وفي توكن، وحط مثلا كده. تمام. هو راح عامل ايه بقى؟ طبعا ده كله محطوط جوه ايه؟ جوه العلامتين دول. راح هو جاي هنا وراح عامل كده ايمج، وراح قايل لها سورس، وراح عامل كده HTTP مثلا دومين. ده الدومين بتاعه هو ماشي. وراح المفروض دلوقتي كده دي ايمج، فهتبعت ريكوست للدومين ده وهيبعت فيها التوكن بتاعه. فاهمين الفكره؟ هيبعت التوكن بتاع اليوزر. دي فكره البج يعني، هي فكره كرييتيف شويه الصراحه. المهم يعني لما الاكس اس اس دي تتنفذ، اللي هيتبعت ايه؟ اللي هيتبعت لي على الدومين ده التوكن بتاع اليوزر اللي انا المفروض بعته له ده، عشان ايه؟ اسرقه يعني. فاهمين الفكره؟ دي فكرتها عامه. اظن كده كفايه في حته البان تيستنج ريبورتس. هي شكلها هيبقى موحد على الاقل، بس هي البوكس اللي هتختلف. عايزين نبص بقى على حته آه الباج هانتنج. تمام. لو عايزين بس نبص بصه سريعه كده نشوف. مش عارف كان عندي هنا باج. تعالى نبص عليها. ممكن نجرب نريبورتها تاني. انا كده كنت بقى لها اعملها قبل كده، بس نجرب مش هنخسر حاجه. بسم الله. راحت فين؟ مش عارف راحت فين. عادي هنسيرش. تمام. اهي. الاكس اس اس دي. عايزين نجرب نريبورت الاكس اس اس ونشوف هيحصل ايه. تمام. بسم الله. دلوقتي انا كمحمد لقيت بج زي دي كده، زي كده. تمام. البج عبارة عن ايه؟ هو مالها؟ خلينا هنا احسن. البج عبارة عن ايه؟ زي ما انتوا واخدين بالكم هي اكس اس اس. تمام. الاكس اس موجودة ازاي؟ ان انا في اليو ار اي ده خدت بالي ان انا بكتب مثلا حاجة كلمة، لقيتها بتضاف هنا ان انا بيقول لي invalid URI. فبدات اجرب احط البيلودز بتاعتي، لقيتها ان هي مش بتتشال البيلود ده، الحته دي. فقلت اكتب بيلود كامل بقى. جربت مثلا الايمج سورس اكس اون ايرور اليرت، لقيت ان هو اتضاف. طبعا بيتعامل معاه على انه HTML. ليه؟ لان البيج دي الريسبونس بتاعها بيتهندل على انه HTML. تمام. فهو فعلا قدر هنا اكسكيوت الايمج. هي موجوده هنا، قدر اكسكيوت البيلود بتاعي. ماشي. انا بقى معايا بوج زي دي لقيتها، عايز ابدا ابعتها بقى. هبعتها ازاي؟ هروح على ريبورت عادي، سبميت ريبورت،
وهختار التارجت او السكوب بتاعي، هو مثلا لقيتها جوه السب دومين في كيوي دي ولا اسمها ايه، هختارها. بعد كده هاجي هنا هحدد ان هي reflected XSS، اختار الويكنس ايه بالظبط. باجي هنا بقى عايزين نبص بقى على الحته دي جدا جدا جدا، نقفل كل الكلام ده حته السي في اس اس، تمام، الكالكوليتر بتاعت السي في اس اس. بسم الله. اول جزء معانا هي الاتاك فيكتور. الاتاك فيكتور ده بيقول لك الاتاك بتاعك ده هل هو او الاساس بتاعه هل هو حاجه نتورك، يعني حاجه كده من مكان لتاني، ولا حاجه لوكال، ولا حاجه فيزيكال. مش عارف الادجست دي قصده بيها ايه، مش فاكر والله، بس عامه انا مش بستخدمها خالص. هي حاجه لوكال، يا اما انت اوريدي جوه النتورك، يا حاجه فيزيكال، يا حاجه في النتورك بره. انت خلاص انت يعني زي ما انا بعمل دلوقتي، اللي انا بعمله دلوقتي حاجه عن النتورك، يعني قصده بيها عن النت، اي حد ممكن يشوفها، فاهمين الفكره؟ غير اللوكال لما تكون انت جوه الانترنال مثلا في شركه او كده، او لو انت او حاجه فيزيكال، يبقى انت مثلا معاك الهاردوير ده مثلا وبنتست عليه او الكلام ده كله، فاهمين الفكره؟ ده المقصود بيها، تمام. فاحنا هنخليها نتورك، ماشي. عندك الاتاك كومبلكسيتي، صعوبه الاتاك معقد قد ايه. هل الاتاك بتاعك اللي انت عامله ده معقد، يعني محتاج لف ودوران كتير، يعني مثلا محتاج اليوزر ده او انت مثلا تعمله محتاج تقعد تبعت ريكوستات كتيره ومش عارف ايه، وفي الاخر هتوصل للاتاك او للمشكله اللي انت قصدك عليها، ولا هو حاجه دايركت ولا ايه؟ فالاتاك اللي احنا بتاعنا بتاع الاكس اس اس ده هيبقى اللوج كومبلكس بتاعته لو، ماشي. بيقول لك تاني حاجه او حاجه كمان حته البريفليج. موضوع البريفليج ريكوايرد. البريفليج ريكوايرد قصده بيها ايه؟ هل انت محتاج صلاحيات، او ايه ليفل الصلاحيه اللي انت محتاجها عشان تكمل الاتاك ده، تمام. الاتاك بتاعنا ده انا اقدر اكسسه حتى لو انا مش عامل لوجن، ماشي. لو جينا مثلا فتحنا كده اي حاجه تانية بقدر اكسسه حتى لو انا مش عامل لوجن، تمام. ففي الكيس بتاعتنا دي هيبقى ايه؟ نون، انا مش محتاج اي بريفليج اصلا عشان اكسس الاند بوينت اللي فيها الايشو دي اصلا، تمام، او عشان اعمل الاكسس اس تي. طب ماشي، امتى تبقى لو امتى تبقى هاي؟ مثلا تبقى لو لو انا مثلا عندي بريفليجز مختلفه في الابلكيشن، وليكن يوزر وادمن مثلا. لو انا عشان اعمل البج دي محتاج ابقى يوزر، ابقى عامل لوجن او مثلا كده، فبعملها لو. لو انا مثلا محتاج ابقى ادمن او ابقى اعلى من يوزر، فساعتها هتبقى هاي، لان ده ممكن دي حاجه ما تقدرش انت توصل لها بسرعه، تمام. دي حته البريفليج ريكواير. عندك جزئيه كمان حته اليوزر انتر اكشن. اليوزر انتر اكشن تعامل اليوزر معاك، هل هيبقى فيه يوزر انتر اكشن؟ يعني اليوزر هيحتاج انه يعمل حاجه، ولا مش هيعمل اي حاجه، انت بتعمل الاتاك بتاعك ده من غير ما اليوزر ليه دعوه اصلا. لا، في الكيس بتاعتنا دي اليوزر فيه يوزر انتر اكشن. ليه؟ ان انا لما ابعت له اللينك ده، او لما ابعت له اخليه يفتح، انا محتاجه يفتح اللينك اللي فيه الاكس اس اس دي، فبطريقه ما اخليه يفتح اللينك ده، فاهم؟ فيبقى فيها انتر اكشن، هو يحتاج يدوس على لينك، ابسط حاجه هيحتاج يدوس على لينك، تمام. ففيها يوزر انتر اكشن. السكوب بتاعك بقى، السكوب اللي انت فيه او البوج اللي انت فيه، هل بتأثر على المكان اللي انت فيه بس، ولا بتأثر على اماكن تانية مختلفة؟ فانا في الكيس بتاعتنا بتأثر على المكان اللي احنا فيه بس، تمام. طب امتى بتكون بتأثر على اماكن تانية؟ حاجة مثلا زي الاس اس ار اف مثلا، الاكس اكس اي، الار سي اي، الكلام ده كله بتخليك تخش بقى في سكوبس تانية، فاهم الفكرة؟ تخليك تاكسس حاجات كتيرة جدا مختلفة. ممكن انت مثلا في الاس اس ار اف تاكسس الحاجات اللي في النتورك، اللي مع السيرفر ده في النتورك اصلا، فاهمين الفكره؟ ممكن تكون بتاكسسها عادي. لو هي الباج موجوده طبعا معاك تقدر تشوف كل حاجه، بس في الكيس بتاعتنا دي هيبقى unchanging، تمام. الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. حته الكونفيدنشاليتي اللي هي السريه، هل الباج بتاعتك دي بتأثر على السرية؟ يعني ايه اللي ممكن تعمله تأثر على سرية المعلومات او كده؟ ممكن اقول له بتأثر، او ممكن اقول له هاي. يا بتأثر بطريقة بسيطة، يا اما هاي دي بتأثر بطريقة عالية جدا، تمام. طب الاكس اس بتاعتنا هل هي بتأثر على الكونفيدنشاليتي؟ انت مثلا شايف ايه؟ انا من رأيي مثلا شايف ان هي ممكن تضر مثلا، تمام. بص على الباقيين كلهم بعد كده نختار في الاخر. الانتجريتي دي زي ما قلنا عليها حته اللي هي النزاهه كده، اللي هو انت الداتا مثلا، هل انت بتقدر تمانوبيليت او تموديفاي او تلعب في الداتا بتاعت الابلكيشن او كده، او بتاعت اليوزرز عامه، مش شرط الابلكيشن. الافيلابيلتي، هل انت بتقدر توقف الابلكيشن، تضر ان هو يبقى شغال؟ الفكره بتاعت ان هو يفضل شغال دي، هل انت بتضرها ولا عادي ولا ايه؟ تمام، دي حته الافيلابيلتي.
الكيس بتاعتنا اللي في الريفلكتد اكس اس، احنا مش هنضر الافيلابيلتي بالنسبه، او حتى لو هنضرها هتبقى اليوزر واحد بس، فمش هتفرق معانا قوي. امتى الافيلابيلتي تبقى موجوده بنسبه كويسه في الاكس اس؟ لو هي ستورد اكس اس، وانت مثلا رحت عامل حاجه زي دوكيومنت رايت. لو عملت دوكيومنت رايت مثلا على بيج وهي ستورد اكس اس، الصفحه دي محدش يقدر يشوفها تاني، فانت كده يعتبر بتبوظ الافيلابيلتي بتاع الويب سايت بقى، بتاعته يعني، فاهم؟ وهو بقى لو هي كمان موجوده في المين بيج بتاعت الموقع ده، مش كده انت بتبوظ الموقع كله. يعني مثلا تخيل انت بتفتح hacker1.com، تلاقي مثلا راح كاتب لك هلو بس، شايل كل الكلام ده وراح كاتب كلمه هلو. ليه؟ مثلا حد حاطط ستورد اكس اس بيلود بدوكيومنت رايت، يعني اوفر رايت المكان كله، كل الكود اللي موجود في الصفحه، وبيكتب كلمه هلو مثلا، فاهم؟ فدي الافيلابيلتي ساعتها تبقى هاي. مثلا لما باجي انا استخدم اتعامل مع الاكس اس، انت طبعا بتبقى فاهم ان الاكس اس بتاعتك دي السكوب بتاعها، انت بتبقى فاهم على الاقل، عارف الرينج بتاعها ماشي ازاي. مثلا الريفلكتد اكس اس بتبقى ميديوم، الستور بتبقى هاي، وهكذا. فانت بتبدا تبقى فاهم الدنيا دي ماشيه ازاي. فاحنا مثلا تعالى نجرب مثلا نخلي الانتجريتي اللي هي النزاهه، او هي صراحه مش تبقى مش شايفها آه، هتبقى مهمه قوي الحقيقه في حته الاكس اس، بس انك مش بتقدر تعدل داتا هنا، فاهم؟ بس هي ممكن تبقى مايله اكتر لحته الكونفيدنشاليتي، لان انت هنا اظن، انا من رايي شايف ان انت ممكن تقدر تستيل كوكيز، ومن الكوكيز دي تاكسس الاكونت بتاع اليوزر ده، او بلاش تستيل الكوكيز، انت ممكن تعمل حاجه اسمها سيشن رايدنج، اللي هو انت تقدر تبعت ريكوستات زي السي اس ار اف عن طريق الاكس اس اس، انك تستخدم السيشن اللي موجوده وتسيت داتا او تريكوست اند بوينتس معينه تعمل لك اكشنز على اليوزر ده، فاهمين الفكره؟ فاحنا ممكن نقول الكونفيدنشاليتي. لو جينا مثلا عملنا الانتجريتي معاها، مش هيبقى نفس الفكره، نفس الرينج بتاعك. لو انت تقول مثلا ان انت بالانتجريتي اللي هنا زي ان انا بستخدم اعمل سيشن رايدنج وبقدر اديت الداتا بتاعت اليوزر ده عن طريق السي اس ار اف او كده، فممكن نقول الانتجريتي معانا. تمام؟ دي الفكره بتاعتها عامه، بتاعت الكالكوليشن دي. اتمنى يكون الموضوع فيها واضح. نفس الموضوع ده بنستخدمه فين؟ في البن تيستنج. بندي مثلا بنشوف موقع، في طبعا على حسب الشركه بتتعامل مع انهي موقع، في مواقع كتير موجوده بتعمل الموضوع بتاع الكالكوليشن ده. مثلا لو خدت كده بتعمل سيرش على النت، هتلاقي فيه ده. مثلا في الشركه عندنا احنا بنستخدم الموقع ده. نفس الفكره، مثلا تقول له مثلا low required unchanged، تقول له مثلا low كده none، هيديك الرقم ويقول لك انها ميديوم، وده اللينك بتاعه. لو فتحت اللينك ده في اي مكان هيديك نفس الحاجه، فاهمين الفكره؟ فعشان كده الشركات بتستخدمه، عشان لو حد مثلا هما بيعملوا الكالكوليشن ازاي، لو الشركه اللي واخده الريبورت دي عايزه تشوف الكالكوليشن وتعرف احنا حسبناه ازاي والكلام ده كله، بتفتح اللينك مثلا، فاهمين الفكره؟ ده الموضوع بتاعها. بس كده دي فكره الكالكوليشن. نخش بقى على حته البروف اوف كونسبت في الريبورتنج. تمام. اول حاجه انا ببدا اعملها حته التايتل. ماشي، انا بعمل ايه؟ بقول له ان انا اللي بقول معاه ايه، بقول له ريفلكتد، يا ربي، ريفلكتد اكس اس اس. بقول له مثلا ان كذا، بديله المكان اللي فيها كذا، واحيانا بنقول له البارامتر كمان، ان دومين كذا and parameter كذا. طبعا مش شرط تكتب كل الكلام ده، في ناس تكتب ريفلكت اكس اس اس بس انا صراحه احيانا بحب ان انا اوضح الدنيا اكتر يعني. طبعا الكلام ده جديد بالنسبه لي، يعني انا ما كنتش بعمل الحاجات ده زمان اول ما بدات. طبعا الموضوع ده مع الوقت بدا يتطور معايا، فاهمين الفكره؟ بس تمام. دي اول حاجه ببدا في الاول كده. آه اقول له ان انا يعني ببدا اشرح له الفكره يعني كديسكريبشن. ماشي، بقول له مثلا during testing your application we found subdomain كذا. بقول له subdomain. طبعا ده بتبدا تستخدم المارك داون بتاعه. انا بحب استخدمها الصراحه، يعني ممكن المارك داون بتاعه بتاع اسمها ايه دي، بتاعه هاكر وان. مثلا لو عملت ثلاث علامات تحت بعض كده، هيعتبروا ان هو هيدر. لو عملت جنبه ثلاث علامات، آه اسف، ده اللي هي ده لاينز، عاملين زي اللاينز اللي موجوده في بسم الله في ايه، في الوورد كده. تمام. والهيدرز تبقى بالعلامه الهاش، انا بستخدم علامه الهاش تمام معظم الوقت يعني. ممكن ده لو عايز تستخدم برضو حاجه زي دي، لو على اللاين اللي على الشمال ده، يعني الافكار في كذا فكره موجوده هنا. حتى وهنا مثلا بيعلم لك، لو انت عايز تعلم على حاجه تستخدم قبلها تو ايكوالز، لو انت عايز تخلي حاجه بولد شويه تستخدم قبلها نجمتين.
فالحاجات دي بتبقى مفيده الصراحه. بس اظن الموضوع هيفيد يعني. تمام ماشي. البوكينج بقى انا هقول له بعد كده ان انا ايه، انا بستخدم طبعا العلامه اللي هي المايله دي، اللي هي عامله زي السنجل كود المايله، بتبقى صراحه مفيده بالنسبه لي. بتديني يعني حتى لو جيت بصيت عليها تحت بص شكلها هيبقى عامل ازاي. بحب انا الشكل ده الصراحه، فبخليها كده تمام. بحسها عشان تبقى مميزه شويه، تبقى واضحه يعني. بقول ان انا لقيت السب دومين ده and this and I found مثلا an endpoint، واديله الاند من غير طبعا البيلود بتاعي كده تمام. واقول له بقى ابدا بقى افهمه انا عملت ايه. I was testing for XSS because the URI parameter is reflecting the value on the page. بقول له ايه هنا، بقول له ان انا بدات اتست على الاكس اس اس. طب ايه السبب اللي خلاني اتست على الاكس اس اس؟ لان انا لقيت ان اليو ار اي ده لو كتبت فيه حاجه زي ما احنا عملنا هنا، لو كتبت حاجه في اليو ار اي ده بتضاف هنا في البادي، صح؟ بتضاف في الريك وفي في المكان او في الصفحه بتاعه الموقع. فانا بقول له مثلا ان انا لقيت اكس اس وكنت بدور عليها بسبب ده. تمام. طب ايه اللي خلاني برضو ابص عليها؟ ان انا لا طبعا زي ما قلنا هنا هو بيكسكيوت ليه، لان الريسبونس بتاعه بيكون فيه تكست، او الكونتنت تايب بتاعه هنا هو HTML. تمام. فانا بقول له and the content type of the page as HTML text HTML. طب هتقول لي انت عرفت منين؟ هقول لك من الريكوست. لما بتبعت ريكوست بيجي لك في الريسبونس، كنا منشنا الموضوع ده قبل كده. في الريسبونس بيجي لك يقول لك مثلا ايه انت الكونتنت تايب بتاع الصفحه دي مثلا جيسون، لا اتش تي ام ال، لا تكست بلين، وهكذا. ماشي. انا كده فهمت ان هي تكست، وان انا البيج الحاجه اللي بكتبها بتطبع في البيج، فانا كده اشك بنسبه كبيره ان ممكن الاقي اكس اس اس لو مفيش فلترنج. ماشي. so I tested. ممكن نقول له ايه I used some XSS payloads and get fired. ماشي. هقول له ان انا طبعا استخدمت بعد كده، بعد ما فهمت لقيت الحاجات دي، استخدمت XSS payloads وان هي اشتغلت معايا fired يعني اشتغلت. ممكن اقول له طبعا اي مفهوم تاني، واقول له مثلا هديله مثلا اي payload انا استخدمته. ماشي. يعني بتستخدم 3 نقط من العلامه اللي لسه قايل عليها دي، اللي هي عند حرف الاكسف دي، اللي هي المايله، عامله زي السنجل كود بس مايله شويه، بيديك زي شكل احسن برضو لو هتكتب كذا حاجه تحت بعض. فانا بحب استخدمها في البيلودز وكده. بقول له سورس مثلا اكس اون ايرور اليرت 0. بص لو جيت بصيت هنا بيقول لك انك تكتب كود، بيعتبره ككود. ماشي. لو انا مثلا عايز احدد الكود ده ايه، ممكن اكتب له مثلا هنا ده HTML، فبكتب له فوق فيبدا هو ايه يعمل له زي الوان كده، يهندل ان ده HTML. لو انا مثلا جافا سكريبت هكتب له جافا سكريبت، لو جيسون هكتب له جيسون، عشان يبدا يفهم انا بتكلم عن ايه. تمام. دي الفكره. فببدا بعد كده مثلا بقول له ان دي اول حاجه. تمام. بعد كده بديله اللينك. بقول له مثلا ان the following is the link with my XSS payload مثلا. فاهم الفكره؟ بتديله مثلا لينك جاهز في البيلود، بحيث لو اول ما يفتحه البيلود يشتغل على طول، عشان بس ما ايه لو هو غبي او حاجه، فانت تتجنب الموضوع ده. ده اول جزء في حته الديسكربشن. تبدا بعد كده بقى في حاجه مهمه جدا اللي اسمها الستبس. ببدا اعمل ايه بقى في الستبس؟ انا عن نفسي مثلا بستخدم الثلاث علامات دول اللي هم بتوع الهاش، بعد كده بكتب كلمه ستبس عشان بس يبقى شكلها كده. بص شكلها بولد شويه. ممكن انت تكبرها اكتر فتستخدم اتنين بس. تمام. ممكن بس تخليها اضخم شويه. تمام. ممكن تستخدم الاتنين التلاته براحتك يعني. بعد كده تبدا بقى تدي خطوات. اقول له مثلا اول حاجه اوبن مثلا المكان ده، هتديله طبعا من غير اي بيلود، فانت هتكتب له مثلا كده. ماشي. بالشكل ده تقول له افتح اللينك ده، وبعد كده اوبن او مثلا ايه view the source code of the page and search for word test. اقول له مثلا افتح السورس كود وتسيرش على كلمة تيست. you will
find that it reflected in the source code. بعد كده هقول له ايه try to use this XSS payload. هقول له مثلا استخدم البيلود ده on error with parameter تمام اسمه ايه اللي هديله اسم البارامتر اللي هو يو ار اي. هقول له استخدم البيلود ده مع البارامتر اللي اسمه يو ار اي. now the XSS payload works and pop up with 0. ماشي. إيه اللي انا بقوله هنا بالظبط اللي انا عملته؟ قلت له يفتح اللينك اللي فيه البج. بعد كده قلت له طبعا انا بحاول اشرح بالتفصيل الممل، بفهمه الدنيا ماشيه ازاي. بقول له ايه اكتب سيرش على كلمه سيرش هتلاقيها موجوده في السورس كود. بعد كده بقى جرب تكتب اكسس اس بي لود زي ده في البارامتر اللي اسمه يو ار اي. بعد كده المفروض لما يكتبه ويشتغل معاه هيلاقي ان الاكس اس بي لود اشتغل وعمل بوب اب ده اللي هو الاليرت اللي بيظهر ده، والفاليو بتاعته 0. تمام. دي حاجه. في حاجه كمان بقى مهمه، انك تعمل سكرين شوتس وفيديو. انا بحب اعمل الاثنين الحقيقه، ان هو كده ما بياخدوش اي وقت مني. تمام. فانا مثلا اول حاجه ممكن اجربها اعمل ايه، تعال نجرب نعمل الفيديو. انا لو على هاكر وان الصراحه ارشح لك تستخدم الريكورد ديمو بتاعهم هم. تمام. تعال نجربه. نقول له والله ايه، هات لي دي، ايوه دي، اعمل لي شير للسكرين. هو دلوقتي بيعمل شير للسكرين اللي انا عليها. فانا مثلا هعمل له ايه، هفهمه ان انا بعمل هنا تيست. دي كلمة تيست. هعمل نفس الستبس اللي قلت عليها بالظبط. هقول انا هنا لقيت كلمة تيست اهي. ماشي. هبدأ احط فوق بقى الايمج، ايمج سورس اكس. نحط البيلود. هلاقي ان عمل اليرت فعلا. هاجي افتح له بقى السورس كود عشان اوريه ان هو اتضاف. هلاقي اقول له ان الاكسس اس بيلود اتضاف. تمام. وهستوب الشيرنج. طبعا هو ما بيسجلش صوت، هو بيسجل الفيديو بس. هستوب الشيرنج. هلاقي ان هو اتضاف هنا. هديله اي نيم، اقول له اكسس اس بي او سي بالشكل ده، واقول له حطه جوه الريبورت بتاعي. ماشي. ده الصراحه ده انسب حاجه بالنسبه لي بحب اعملها، هي الفيديو. مش هياخد منك ثواني، وفي نفس الوقت هيبقى احسن من السكرين شوتس شويه، لان هو بيبقى حاجه كده لايف. تمام. بس ده ممكن تضيف يعني سكرين شوتس. تيجي بعد كده مثلا تاخد الرقم بتاعه ده. انا بحب بصراحه اعمل كده، اخد الرقم واحطه جوه الريبورت بتاعي. انزل تحت شويه بعد الستبس، اقول له يو كان watch the following video for live POC. لايف بي او سي ده اللي هو يعني حاجه كده، اظن واضحه يعني، حته انك تشوف الحاجه جايه لايف على طول. فده شكل الريبورت بتاعنا في الاخر. ان انا حطيت في الاول ده جزء التايتل، هو بيضيف لك اوريدي كلمه تايتل يعني. ده الجزء الاولاني اللي فيه الكلام بتاعنا اللي شرحناه، ده التايتل الديسكريبشن بتاعنا. بعد كده دخلنا على الستبس اللي احنا لسه كاتبينها بالشكل اللي احنا عاملينه كله. قلت له افتح اللينك ده وسيرش على كلمه تيست. بعد كده بص على اليو ار اي وحط جواه الفاليو دي وهكذا. وده اخر حاجه معانا هو الفيديو. لو هو طبعا هو هنا ده عشان ام بي 4، الموقع بيعمله ام بي 4 فبيقدر يشغله على طول هنا. فاهمين الفكره؟ انما لو انت، هو انا قفلت حاجه ولا ايه؟ تمام. انما لو انت انت اللي عامل الفيديو ده وهو مش ام بي 4، مش هتقدر تعمل فيه كده. فلو انت هتعمل انت الفيديو تسجله عندك على الجهاز وعايزه يظهر في ريبورت زي كده زي ما احنا لسه عاملين فوق، لازم تتاكد ان هو معمول ام بي 4 او اللي هو الويب ام دي. ماشي. الاثنين دول تقريبا بيتقبلوا في الشكل ده. انما في واحده اسمها مش عارف في ام اي او في ام بي تقريبا ما بتتقبلش ما بتتحطش هنا. هو هيترفع بس عشان الشخص التاني يشوفه بتاع الريبورت ده لازم يعمله داونلود. تمام. ده الجزئيه. بتبدا بقى تديله هنا الامباكت اللي ممكن يحصل، اللي ممكن الاتاكر يعمله. هقول له ان الاتاكر can execute JavaScript on the victims and this could be used to steal users cookies or uh, bypass CSRF protection. طبعا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، حته السيشن رايدنج، انك ممكن تبعت ريكوستات للاند بوينتس دي بالسي اس ار اف، تجيب التوكن من الموقع وبعد كده تبعت بيه. اظن فاكرين الحته دي. اند ممكن نقول له ايه في الاخر، تبدا تديله الافكار اللي ممكن تحصل. تمام. بس خلينا ممكن نقفل عند نقول له مثلا للاثنين دول مثلا. فاهمين؟ اظن الاثنين دول هيبقوا كويسين جدا. دي الفكره بتاعه الريبورتنج هنا. فاتمنى يكون الموضوع واضح. الموضوع واضح يعني. بص على قد ما انت فاهم البج على قد ما انت هتعرف تكتب ريبورت. فانت لازم وانت بتكتب الريبورت ده تشرح بطريقه مبسطه جدا. انا احيانا والله في ريبورتات مش بكتفي بالفيديو. انا بعد ما باخد الفيديو
باخد لكل ستيب سكرين شوت. بس طبعا بدنا هنا الستبس هنا بسيطه مش محتاجه اخد لها سكرين شوتس. انا في اماكن في على باك كراود مثلا اخر فتره دي باخد ستيب حرفيا لكل سكرين شوت لكل ستيب حتى وانا عامل فيديو. ليه بقى؟ لان هناك عندهم ترياجر غابي شويه، بيستسهل يعني اسهل حاجه عنده يقول لك لا انا مش لاقيها، ويقفل لك ان اي مثلا، فاهم؟ بيفتحها تاني بعد كده بعد بقى ما بكلم السبورت ومش عارف ايه. بس في ناس تبقى كده رخمه شويه او اغبيه شويه يعني. فلازم ناخد بالنا من الحته دي. لو انت حسيت ان البج مثلا فيها كذا ستيب، فانت خد بقى بدل الفيديو، خد بقى مع الفيديو، يعني مش ما تمسحش الفيديو، لا مع الفيديو خد سكرين شوتس كمان. تمام. اتمنى يكون الموضوع ده ايه واضح يعني مثلا في مره دخل معايا في 7 ستيبس، وكل ستيب مثلا فيها خطوه. مثلا هيكرييت حاجه، وبعد كده بعد ما يكريت هيروح مثلا يسيرش على اي دي، وبعد ما يسيرش على الاي دي هيروح يكاتش ريكوست. بعد ما يكاتش الريكوست ده طبعا هو بيكاتش ويبعته للريبيتر. بعد كده مثلا يبدا يأدت في الاي دي مثلا، وهكذا. يعني بيكون في كذا ستيب، بتحاول انت الافضل بالنسبه لك تاخد له سكرين شوت لكل ستيب عشان ما يرجعلكش تاني او يقف، فاهم؟ يبقى انت عملت كل اللي عليك، يعني مش تاخد منك 3 دقايق زياده، فاهم الفكره؟ بس كده. اظن ان شاء الله كده الموضوع واضح، واتمنى يكون الموضوع مفيد يعني. وانا كده المفروض خلصت الحمد لله حته ريبورتنج.